الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فدرسنا في عمدة الأحكام، صح؟ طيب، من يحفظ الحديث؟ ومن يحفظ الحديثين؟ من يحفظ الحديث ومن يحفظ الحديثين؟ حديث سهل بالأمس، قلنا لكم لابد من حفظه، الكل يحفظه. من يسمع؟ اقرأ. اثنين. لا. عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات يقول وانما لكل ما نوى فهجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وما كانت هجرته للدنيا او ما كانت هجرته للدنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه متفق عليه. أحسنت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فايز. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ومن كانت هجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته. صلاة أحدكم. أحسن. عن أمير المؤمنين عمر. لا، عن أمير. قل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ها؟ الخامس. ايش تريد؟ حديث عائشة؟ لا، نحن في كتاب الطهارة. نحن في عمدة الأحكام، ليس في الأربعين النووية. سمع. طيب، اقرأ. اقرأ. طيب، تمام، اقرأ. عن أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها قالت: من هي؟ ما اسمها؟ عائشة. أيوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت، ما شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. أحسنت، ما شاء الله. الرزاق. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث
أحسنت ما شاء الله. من أيضا يسمي؟ أسكاء. عن أبي هريرة. أحسنت. أنت تقرأ إلى الحمام، تحفظ أو لا؟ اقرأ اقرأ. أحسنت ما شاء الله. يوسف تسمع؟ حافظ؟ تحفظ أو لا؟ اقرأ. إذا أحدث. أحسن. متفق. أحسنت ما شاء الله. من أيضا؟ اسمك؟ ما اسمك؟ عبد الغني. لا تأتوني بأسماء الإندونيسيين. غني كله عبد الغني ما شاء الله. طيب رفقي؟ belum. رزقي؟ أحسنت. اسمه من هذا؟ يزيد. تحفظ أو لا؟ ها؟ belum لا صح؟ أو bukan؟ ها؟ كلاهما واحد بمعنى واحد. belum bukan sama. طيب عفان إبراهيم اقرأ. ومن كانت هجرته أحسن. حديث أبي هريرة تحفظ؟ حديث ثاني. قال رسول الله صلاة أحدكم لا ليس صلاة أحدكم. أحدث. أحسنت ما شاء الله. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أحسنت ما شاء الله. حديث صغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قلنا أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء،
من شروط الصلاة الوضوء، والحدث الذي هو ناقض للوضوء مثل الخارج، يعني من الأحداث الخارج من السبيلين، من القبل أو من الدبر، سواء الذي هو كالعادة كالبول والغائط ويعني الريح ضراط وفساء، أو يخرج دم، أو يعني حصى. عرفتم حصى؟ قلنا باتوا حصى صح، حجارة تخرج من الكلية، تخرج صغير صح، مع البول أحيانا بدون بول. هذا كل ما خرج من السبيلين من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء. أيضا من نواقض الوضوء أن النوم العميق الذي ما يشعر، ينام يمر بجانبه يتكلم ما يشعر، هذا هو الناقض. أما إذا كان النوم قليل وهو يشعر يسمع من بجانبه، هذا ليس بناقض للوضوء. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة، أي جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. حديث عبد الله ابن عمرو وحديث أبي هريرة، وأما حديث عائشة في مسلم. يعني هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. تحفظه هكذا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. أو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أو عن عائشة، هذا متفق عليه أيضا. أو عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. رواه مسلم. رواه مسلم، ليس متفق عليه. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحذير شديد من نقص الوضوء، لا يتمم وضوءه، لا يكمل وضوءه. ويل، هذا قيل واد في نار جهنم، وقيل هي للعذاب والتهديد. للأعقاب، الأعقاب آخر القدم، الرجل هكذا صح، هنا الذي يعني بجنب الرجل في شيء خارج صح، في الرجل شيء خارج من جنب، من هنا ومن هنا. الرجل، ما هو الرجل؟ كاكي، أيوة. إذا أنتم تروا رجلي يعني في الأخير الذي هو العقب، في الأخير الذي في الطرف، رجلك هنا، هذا الذي هنا، هذا العقب يسمى العقب. لأن الكثير، ماذا تسموا العقب أنتم؟ ها؟ لا، الذي تحته هذا العين في الأخير، الذي في الأخير. أيوة هذا، لا ليس الذي، أيوة هذا، أيوة الذي في الجنب تميت، أيوة هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن لم يوضئها، يتوضأ ثم يترك هذا ما يصل الماء أير لا يأتي إلى هنا، الماء لا يأتي إلى هنا، إلى العقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب، أي لمن توضأ وتركه، لم يوضئه، لم يأتي الماء. عرفتم الماء أير يأتي إلى هذا المكان، ما في هنا، لا يوجد ماء، يصلي ما يوجد ماء، هذا يعني منهي عنه كما في هذا يعني الحديث: ويل للأعقاب من النار، يعني الأعقاب مؤخر القدم. وهذا معناه المقصرين في الوضوء. كذلك يدخل كل من يعني لم يكمل وضوءه، يتوضأ ويترك هذا، ما يصل الماء إلى هنا. مفهوم؟
يتوضأ هكذا، يتوضأ ثم الماء هنا ما في، لا يوجد ماء. ما معنى لا يوجد؟ tidak. ها؟ tidak ada. أيوة، tidak ada air هنا، لا يوجد. فمن توضأ ولم يصل الماء إلى هنا أيضا يدخل في هذا النهي، يعني التحذير، التحذير ويل يشمله هذا الحديث، يشمله هذا الحديث. وإنما خص خصوص، كاروس صح؟ خاص، ما معنى خاص؟ خصوص، أيوة خصوص. خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب من الأقدام، لأن الكثير من الناس، كثير من الناس يترك هذا عندما يتوضأ، يبقى هذا بدون ماء، يبقى بدون ماء العقب. وإلا أيضا من يعني توضأ وبقي هذا بدون ماء يدخل في هذا، في التحذير ويعني الأمر بإتمام الوضوء. وكذلك من يتوضأ ويترك هنا، لا يوضئ وجهه جميعا، يبقى هنا قليل، توضأ هكذا، هذا بدون ماء، لا يجوز. مفهوم؟ لابد أن يغسل وجهه جميعا، يغسل وجهه جميعا ويديه مع المرفق إلى هنا، إلى أن يصل إلى يعني الثوب قصير إلى العضد، حتى هذا يغسله، هذا يغسله إلى هنا يصل. مفهوم؟ إلى العضد حتى يشرع في العضد. وكذلك اليد يعني اليسرى، اليد اليمنى واليد اليسرى، والوجه من هنا، من منبت الشعر، هذا هنا ينبت شعر كامل هكذا إلى الأذن، هنا الأذن. مفهوم؟ جميعا حتى يصل إلى شحمة الأذن، وهنا هذا جميع يغسله كله. مفهوم؟ لا يغسل ويترك هنا بدون غسل، أو هنا بدون غسل. وكذلك اليد يترك هنا بدون غسل، لا يصل إلى المرفق، لا يصل إلى هنا، هذا بدون ماء، لا يوجد هنا ماء. وكذلك يعني القدمين، الكعبين يغسلهما جيدا، يغسلهما جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل جاء إلى يعني بعد أن توضأ دخل المسجد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن عقبه ما فيه ماء، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا فيه أيضا كما يعني ذكر يعني ابن الملقن رحمه الله تعالى دليل على وجوب تعميم الأعضاء، على وجوب تعميم الأعضاء. وكذلك فيه دليل على وجوب غسل الرجلين، غسل الرجلين. وستأتي معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا صفة الوضوء، صفة الوضوء. إذن في هذا الحديث دليل على وجوب غسل جميع الأعضاء، تعميمها، لا يترك شيء لا يصل إليه الماء، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه. لابد في الإحسان من الوضوء، إتمام الأعضاء، غسل اليد حتى يشرع في العضد، هذا بعد هذا المفصل، هذا مفصل صح، بعده إلى هنا، لا تغسل إلى هنا تترك المفصل هذا بدون غسل، أو هذا بدون غسل، لابد أن تصل إلى العضد. وكذلك القدم إلى الساق، يعني ما بعد هنا في القدم، هنا ماذا يسمى الذي بجانب الكعبين؟ في الرجل كاكي، هنا شيء، هنا في القدم يعني هنا شيء وهنا شيء، ماذا تسمونه؟ باتا، متى كاكي إلى ما فوقه، ثم هكذا صح، قدم هنا شيء هنا شيء، هنا الساق إلى ما فوقه، لا تترك هذا. مفهوم؟ لابد أن تغسل حتى تشرع في الساق. وكذلك في غسل يعني اليدين سيأتي معنا زيادة وتوضيح، تغسل يديك من أطراف الأصابع، لا تغسل من هنا تترك هذا بدون غسل، لا،
من هنا، يدك من هنا إلى العضد، مفهوم؟ لا تغسل من هنا فقط إلى هنا، مفهوم؟ لابد تغسل من أطراف الأصابع، لابد أن تغسل يديك من أطراف الأصابع حتى تشرع في العضد ما بعد المفصل، فتغسل يعني المفصل. وسيأتي معنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث صغير يحفظ، هذا الحديث صغير، نكتفي يعني كل يوم حديث، كل يوم حديث لأجل الحفظ، لأجل الحفظ. من حفظ الحديث؟ من حفظ الحديث؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. أحسنت. أزكى. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. فايز. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أحسنت. عن عبد الله بن عمر بن العاص بن عمرو بن العاص. عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر بن العاص وابو هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أحسنت، متفق عليه. عن عائشة رضيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. رواه. أحسنت، رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. أحسنت، عبد الله بن عمرو بن العاص متفق عليه. أحسنتم. طيب، تحفظوا هذا الحديث. موجود سؤال أو تحفظ الحديث؟ هناك ذكر العلماء كثير منهم ستة أقوال فيه. قيل واد يعني هنا جبل وهنا جبل، وواد في نار جهنم. جاء حديث لكن يضعفه بعض العلماء، كثير من العلماء يضعف هذا الحديث، أنه يعني ويل هو واد في نار جهنم، لكن سنده ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. ويعني قيل أنه يعني كلمة تهديد ووعيد، كلمة حزن وهلاك، فيعني غير ذلك. والذي يجمعها أن نقول هو يعني وعيد ب يعني الهلاك وبالعذاب، وعيد وتهديد، ويل وعيد وتهديد. وهنا فائدة خارج الدرس، يعني ويل، صح، ويل. هناك سورتان في القرآن ابتدأت بويل فقط، ما هما؟ ويل، أيوة، وأيضا إذن المطففين والهمزة، وكلاهما أي سورة المطففين وسورة الهمزة توعد الله عز وجل بالعذاب، صح؟ ويل قلنا أنه يعني يجمعها أنه وعيد وتهديد بالعذاب. من هذا المطففين؟ كلها في حقوق الناس،
هذا في الميزان. توعد الله بالعذاب لمن يعني وزن ثم يخادع الناس ويكذب على الناس في الميزان. في الميزان عندما يزن يبيع للناس. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا يريد يشتري يذهب مثلا يشتري نقول سمنكة صح، أو سمنكة خلاص، هنا ميزان صح، عرفتم ميزان؟ يضع يعني مثلا يعني 2 كيلو صح، يأخذ 2 كيلو. أو نقول لا ليس سمنكة، أورنج، ماذا تسمونه برتقال؟ جرو. برتقال يأخذ يريد 2 كيلو صح، يأخذ يضع يضع يضع، هذا ميزان وهنا صح، أو يعني بالساعة عندكم بالساعة صح، يضع يضع 2 كيلو إلى 2 صح، ويزيد قليل لابد يوفي كامل. أو 2 كيلو يضع إلى 2 كيلو تمام. إذا أنا أشتري لابد 2 كيلو، وإذا أنا أبيع لا، ناقص قليل، أنقص. هذا هو التطفيف، هذا هو الوعيد، هذا كثير، الكل إلا من رحم الله، كلنا نحب هذا. إذا نحن نشتري لابد يكون ميزان ثقيل صح، نأخذ الكثير لابد صح، إذا نحن نبيع ننقص صح. هذا هو التطفيف، هذا هو الوعيد في حق الناس، هذا المطففين في حقوق الناس، وأيضا الهمزة في حقوق الناس. ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز، همز بالقول، واللمز قيل بالفعل. الهمز يسخر منه، هذا مجنون، هذا كذاب، هذا يعني يستهزئ، هذا رجل فقير، من باب الاستهزاء ليس من باب الإخبار. يعني إذا كان يريد أن يخبر أحد، يعني سأله كيف هذا الرجل، لا بأس أن تخبر بالحقيقة لأجل أن يعرف الناس حقيقته، لكن لا، أنت من باب الاستهزاء والسخرية، لا يجوز. وإن كان كاذب لا تسخر منه، لا تسخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تحقر أخاك فيرحمه الله ويبتليك. إيش؟ لا تستهزئ، لا تظهر الشماتة، لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وإن كان كاذب لا يعني تستهزئ، هذا رجل كاذب، هذا يعني تستهزئ من باب الاستهزاء. لا تظهر الشماتة، هذه من الشماتة لا يجوز. فيرحمه أي يعني يكون بعد ذلك يترك الكذب، ثم يبتليك الله عز وجل أنت تكون كاذب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيرحمه الله ويبتليك، وهذا حاصل. فالهمز بالقول واللمز بالفعل، يعني هكذا من باب الاستهزاء من باب السخرية. إذن فتوعد الله عز وجل وهدد الله عز وجل بالويل لمن آذى الناس في سورة المطففين وفي سورة الهمزة، ولم يأتي سورة أخرى فيها ويل صح؟ لم يأتي، فدل على أن حقوق العباد عظيمة، لا يجوز إيذاء الناس، إيذاء الخلق، لا يجوز أن تظلمهم، وحقوقهم عظيمة. من ظلم أو استهزأ يأتي يوم القيامة ذلك المظلوم وذلك الذي استهزئ به يأخذ حقه، إذا لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة لا محالة. أما حقوق الله فإن تاب العبد فالله عز وجل يقبل التوبة، لكن حق المخلوق إذا تبت إلى الله ما يقبل، ما يسقط حق المخلوق. إذا ظلمت مخلوق، أخذت ماله أو أخذت أرضه أو تكلمت عليه شتمته، فقلت أنا أتوب إلى الله عز وجل، هل هذا الظلم خلاص يرفع عنك؟ لا، يوم القيامة يأتي يأخذ حقه. وماذا يأخذ؟ بالحسنات، يأخذ من حسناتك، مفهوم؟ يأخذ من حسناتك. طيب سؤال آخر؟ عندك سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر هنا. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.